جماعة حصل بينا سوء تفاهم مخليناش الزعل يتغلب علينا في أقل من ساعة. بعد ما نزلنا إن كل واحد فينا راح لحاله، نزلنا واتفاهمنا وفهمنا بعض. احنا اتسرعنا في الرد، في ان احنا طلعنا وقلنا احنا انفصلنا، او انا اللي قلت مفيش اي حاجة، احنا مع بعض. انا اسفة ان انا ممكن بتسرع بسرعة، وان انا الفترة دي عصبية زيادة عن اللزوم. بس انا من بعد الازمة اللي حصلت لي، انا كل حاجة في حياتي متدمرة ومتلخبطة، ونفسيتي مش احسن حاجة. والفترة اللي فاتت كلها انا كمؤمن او كاهلي عمالين يكلموني في ان انا لازم اروح لايف كوتش، حتى حد يتكلم معايا، حد دايما يحل مشاكل. لان انا بعد الازمة اللي حصلت لي اكيد في حاجات كتير اتلخبطت واتدمرت في حياتي. انا المفروض ان انا اعمل ده. انا مبقتش احاول اتفاهم مع اللي قدامي، مبقتش احاول ان انا اخد خطوه وان انا استوعب اي مشكله بتحصل في حياتي. انا اي حاجه بتحصل خلاص انا مش هكمل، انا همشي، انا هبعد، انا هسافر، انا هروح، انا هاجي. والحمد لله في اقل من ساعه لما قلنا احنا انفصلنا شفت ناس حلوين قوي بدات تشمت. فربنا يبعد عننا العين، وربنا يبعد عننا الناس اللي بتفكر تشمت فينا. فاحنا اللي بينا قصة ناس كلها شافتها، الناس كلها شافت اللي بينا والمعاناة، وان احنا حاولنا وعافرنا عشان نكمل مع بعض، وان هو فضل ينتظرني قد ايه، وانا كنت معاه في قد ايه، وهو كان ايه معايا. فاحنا اللي بينا قصة كبيرة. حتى لما حصل بينا الموضوع ده، الموقف ده، لقيت ناس داخله بتقولي ما تنسيش اللي هو عمله معاكي. احنا بينا قصه وبينا موضوع وبينا حكايه كبيره الناس بتتكلم عنها، غير ان احنا مجرد ناس بتصور ستوريات وبتصور فيديوهات عشان خاطر تفرح الناس على السوشيال ميديا، وعشان خاطر تثبت وجودها على الابليكيشن ده. احنا ناس مش محتاجه ان احنا نعمل فيو. خلاص عملنا اللي عملناه، اتشهرنا واتشافنا وطالعين ترند، وكل فتره انا في حته كويسه الحمد لله، وكل فتره بشتغل. مش محتاجين ان احنا نعمل ده. عشان لو انتم مفكرين ان الموضوع جاي في ترند، انا لو بتاع الترند او مستنيه ان انا اعمل موقف ان احنا انفصلنا عن بعض انا وهو ده ترند، كنا طولنا وخلينا الموضوع شهر شهرين. لكن احنا مش بتوع الكلام ده، مش ان احنا نطلع نقول لكم فصلنا وتشوفونا مع بعض في الشارع. احنا يا جماعه ما فيش اي حاجه. انا الفكره ان انا الفتره دي تعبانه وبتسرع في كل حاجه، وبتسرع في ردي، وبتسرع في تحكماتي في كل حاجة. فأنا غصب عني بسبب اللي أنا مريت بيه. فمفيش أي حاجة. أنا آسفة إن أنا بتسرع وبطلع أقول لكم على طول أنا في 1 2 3 قبل ما بعمل أي حاجة. أنا لما طلعت وقلت إحنا انفصلنا وأنا هرجع لحياتي القديمة، أنا مش قصدي الكلام اللي انتوا فاهمينه، مش قصدي إن أنا أرجع لحد كان في حياتي. مستحيل يعني تفكيركم يبقى كده. أنا كتبت انفصلنا وانا هرجع لحياتي القديمه ولصحابي، اللي هو انا هرجع اقعد مع صحابي اللي انا كنت بقعد معاهم، هرجع اتعامل عادي. مش عايزه اتعامل اللي هو انا كسوزي اللي بتعمل تيك توك، او المعروفه او المشهوره او البلوجر. اللي هو انا عايزه اتعامل بطبيعتي، انزل اعمل كل اللي انا كنت بعمله، انزل ارسم، انزل اقعد في مصر الجديده زي ما كنت بعمل، انزل اسكيت، انزل بالعجله بتاعتي اعمل الحاجات اللي بحبها. هي دي اللي انا كان قصدي عليها. لان انا كل حاجه دلوقتي ميديا، ما بقتش اعرف اعمل اي حاجه زي الاول. ده كان قصدي. عيب اللي انتوا بتقولوه، وعيب تاخدوا فكره عني ان انا بعد ما مثلا بعد الشر انا وهو انفصلنا ارجع لحد كان في حياتي. عيب الكلام ده، لان انا مش الشخصيه دي، ولا عمري هعمل كده. يعني عمري ما هعمل كده، وعمري انا كسوزي، انا كمريم عمري ما هبقى الشخص ده، ولا عمري كنت الشخص ده، ولا عمري بعد ما نسيب بعض او الكلام ده اطلع اتكلم عن الشخص اللي في حياتي ده بالوحش، ولا اقول هو فيه اصل هو عمل فيا. حتى انا السبب سوء التفاهم عمري ما اطلع احكي لحد، ولا عمري اعمل حاجه. انا الفكره ان انا اتسرعت في الرد واتسرعت في التفاهم، يعني ما لحقتش اتفاهم وطلعت قلت لكم احنا انفصلنا. ما حصلش اي حاجه يا جماعه. انا والله العظيم الفكره ان انا مش مظبطه، انا تعبانه. انا اي حاجه بتحصل معايا بحس ان هو انا ايه، خلاص كده الدنيا انتهت، مفيش حل، انا خلاص انا تعبت. انا دي مش هرمونات، ده تأثير عن حاجات كتير اللي هو انا مش قادره اكمل. فعيب قوي. وعيب تقولوا ان انا بفكر اعمل ترند، لان انا مش بتاعت الكلام ده، ولا انتوا شفتوني قبل كده عملت ترند طلعت قلت لكم معلش اصل انا كنت بهزر معاكم. انا عمري ما عملت الكلام ده، وعمري ما كنت الشخص ده.
انا مش مستنيه ترند. انا الرقم اللي عندي دلوقتي على السوشيال ميديا وحب الناس اللي عندي هيخليني مش مستنيه ان انا اعمل ترند. انا الحمد لله بعمل حاجات بص مؤمن بيعمل ايه كيوت. انتي خنفسه كلبه انتي ويز. انت بتعمل فيها ايه؟ خلاويص. لسه لو دخلت في البنطلون. اوعى. هي فين؟ يا بنتي خدي هنا. انت يلا يلا شوت يا مؤمن. باصي باصي. لا لا روحي ماما سوزان. هي فين يا مؤمن؟ خلاص بقى روح تلعب مع ناس تانيين. اهو اهو مين؟